السلام عليكم يا أبطال. واو، ماذا شاهدنا في مباراة المغرب ضد هايتي؟ مباراة مجنونة بكل معنى الكلمة. الجميع كان يعتقد أن المغرب سيفوز بسهولة، لكن منتخب هايتي فاجأ الجميع وقدم مباراة قوية جدا. في بداية المباراة دخل منتخب هايتي بدون خوف ونجح في تسجيل الهدف الأول لتصدم الجماهير المغربية. لكن عندما يكون لديك نجوم كبار مثل أشرف حكيمي وإسماعيل صباري فكل شيء ممكن. عاد المغرب بقوة، وتمكن أشرف حكيمي من تسجيل هدف التعادل، ثم واصل الأسود الضغط الهجومي. ورغم أن هايتي سجلت الهدف الثاني، إلا أن المغرب رفض الاستسلام وعاد مرة أخرى بفضل النجم إسماعيل صباري الذي سجل هدفا مهما جدا قبل نهاية الشوط الأول. صباري يواصل التألق في كأس العالم 2026 ويؤكد أنه أحد أبرز نجوم المنتخب المغربي في البطولة. في الشوط الثاني شاهدنا منتخبا مغربيا مختلفا، استحواذ، ضغط وهجمات متواصلة. وجاء هدف التقدم عن طريق سفيان رحيمي قبل أن يضيف ياسين الهدف الرابع ويحسم المباراة نهائيا بنتيجة 4-2 لصالح المغرب. بصراحة هايتي تستحق الاحترام لأنها قاتلت حتى النهاية وقدمت أداء رائعا، لكن خبرة المغرب وجودة لاعبيه صنعت الفارق في النهاية. حكيمي كان قائدا حقيقيا داخل الملعب، وصيباري واصل كتابة اسمه بأحرف من ذهب في هذه البطولة. تحليل المباراة: قوة المغرب الهجومية ظهرت بشكل واضح. حكيمي كان من أفضل اللاعبين. صيباري أكد قيمته الكبيرة مع المنتخب. هايتي لعبت بشجاعة وسجلت هدفين رائعين. المغرب أظهر شخصية البطل بعد العودة مرتين في النتيجة. في النهاية المغرب يفوز 4-2 ويتأهل بثقة إلى الدور القادم، بينما يخرج منتخب هايتي مرفوع الرأس بعد أداء مشرف. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس، واكتب لنا في التعليقات من هو أفضل لاعب في المباراة بالنسبة لك، حكيمي أم صيباري؟